حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. جايه لكم النهارده في فيديو جديد في مطبخ خالة نور. وحشتوني كتير يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. شكرا على كل اخت وكل اخ وكل ام وكل حد واقف جنبي. ما تحرمش منكم حبايب قلبي، وتسلم ايديكم على كل لايك حطيتهولي، وتسلم كل حد اشترك عندي يا حبايب قلبي، يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. ما تحرم منكم كده يا حبايب قلبي، وتفضلوا دايما في ظهري بدعمكم الجميل دوت ليا. ربنا يصلح حالكم يا رب ويرزقكم الخير دايما يا رب. ينجح طلاب الاعدادي الصف الثالث وسنه ثالثه يا حبايب قلبي بتاعت سنه ثالثه ثانوي. يا رب يوفقهم وينجحهم يا رب بحق جاي النبي، يديهم على قد تعبهم. خلاص نجحوا اهو. كل واحده عندها بنت في ثالثه في الثانوي في اي مرحله، يلا تقوم بقى تشغلها كده وتشوف وراها ايه تعمله، تبدا تتعلم بقى، تشوف طنطكه هاله بتعمل ايه تعمله زيها. الجدعه اللي تتعلم العلام عمره ما كان عيب يا حبايب قلبي. اتنشطي يلا وقومي بنتك تعمل، انت عرفي بنتك تقف معاكي في المطبخ علشان خاطر الاجازه ديت تبقى طالعه العيله مستفاده من المطبخ. تغسل طبقين، تتعلم في حله تجليها، تعمل عصير، تعمل حاجات خفيفه، تعمل كيس مكرونه، تعمل اي حاجه. العمر العالمي يا حبايب قلبي ما كان عيب، احنا كلنا بنعلم بعضنا. انا ذات نفسي ما بكونش عارفه حاجه والله بفتح النت وبشوفها بتتعمل ازاي، وعمر العالم ما كان عيب. فيلا يا حبايب قلبي بقى ايه، تشجعوا كده معانا في اللايكات، وتشجعوا معانا اللي اول مره يشوف القناه ينزل يشترك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. يلا بقى عشان ما نطولش عليكم ازيد من كده، عشان لو قعدنا نلك هنرغي كتير ومش هنقوم نشوف مصالحنا، وانا ورايا والله مصالح كتير. يعني ايه مش شرط الفيديو دوت اللي بعمله، شرط الفيديو دوت يا حبايب قلبي اللي انا بعمله. والله بعمل الفيديو وبقفل الفيديو وبنهي الفيديو معاكم، وبيبقى عندي شغل كتير برضه بقوم اعمله. يعني مش ثابته على الفيديو بس، ممكن مثلا اعمل معاكم الوصفه ولا الطبخه ولا اي حاجه، هي دي اللي هعملها. وبعد كده بقوم قايمه بقى والله مروقه اوضه النوم الكبيره، طبعا ما بظهرهاش. لا اما اقوم عامله مثلا اكل تاني برضو، مش شرط كل يوم نفس الوصفه واصورها. فبنعمل كده يا ولاد. ايه الدنيا دي حياه الدنيا، هنعمل ايه؟ ربنا المستعان، ويا رب يعين كل واحد على قد حاله، ويا رب يرزق كل من كان كده يا رب، ويفرجها علينا وعليكم يا حبايب قلبي. العيشه عادت صعبه، واللي تعرف العيشه تمشي على قدها وعلى قد جوزها دوت. درس كده انا طالعه حبيتها اقوله لاي حد في سن كده وقدي، يبقى بنعلم بعضنا يا ولاد. مش شرط انا اتعلم منكم وانتوا تتعلموا مني. ممكن تكون واحده كبيره خالص، ست كبيره خالص، وتشوفني بقول كلمه صغيره ممكن تستفاد مني، وهي ست كبيره. وممكن برضو عيله صغيره تشوف ست كبيره برضو تتفرج على فيديو ست كبيره تستفاد منها. فعادي ما نستفاد من بعضنا، دي مش حقد ولا غيره ولا اللي احنا نشوف نقول مثلا ده انا غيرت من فلانه وشفتها عملت كذا يبقى ده غلط. لا والله مش كده، ما تبصلهاش كده. نبص لبعضنا ونشوف احنا بنعمل ايه، والحياه تعاون. ويلا يا ولاد بقى عشان الفيديو بصراحه طول، وانا مش عارفه انا دخلتكم في القصه دي ليه، بس حبيت ان انا احكي معاكم شويه واقول لكم الكلمتين دول. اي حد عنده بنت كده عروسه شاطره اموره تقوم تتعلم يلا وتساعد مامتها يا حبايب قلبي ورا مامتها تريح البنت الشاطره الجميله العسل اللي بصراحه اللي تريح مامتها وتقول حاضر ونعم، وتشوف مصالح بيتها تقوم من النوم ما تنامش بقى لغايه الظهر، كده غلط. لازم الواحده تقوم قايمه شايفه مصالح بيتها، ولو مامتها تعبانه تساعدها، لو مش عارفه تطبخ حاجه مثلا تقول لها يا ماما انا هعمل واحط على جميل كده يا حبايب قلبي. الواحده تتعود تعمل مع مامتها، راحت السوق روحي معاها علشان خاطر ما تقوليش مثلا ده بنت عيب اللي هي ما تروحش. لا انا باخد رينال معايا وما بتكون واقفه بقول لها اتعلمي نقي، علشان اما تتجوز العيله اما تتجوز يا حبايب قلبي تبقى معتمده على نفسها، وتروح السوق تعرف تنقي الحلو من الوحش، وتعرف تجيب من
ده او مش ده، لا مامتها مدرباها. لكن اللي انت تقعديها على التلفزيون ولا تقعديها على التليفون ولا تقعد يهدوا العيال في بعض وما تقومش تشوف مصالحها، يبقى دوت العيب من الام اللي تستاهل بقى بعد كده لما بنتها ما تعرفش حاجه. يلا يا حبايب قلب، اخر مره اقول لكم يلا يا حبايب قلب نشوف هنعمل ايه. ما تنسوش تحطوا لايك حلو كده لاختكم وكومنت حلو. اللي اول مره يشوف قناتي يحط اللايك والبصمات الحلوه والدعم بتاعكم الجميل دوت يا حبايب قلبي. يلا عشان ما نطولش عليكم، يلا نشوف هنعمل ايه. هات المقص يا همس. هنا يا حبايب قلبي، روح يا همس هات لهم مشرب يا همس ما بتصور. هنا يا حبايب قلبي كنت جايبه بصل وهقعد بقى اعمل الشرش بتاعه هقصقصه. انا كنت مكسره عنه. كنت جايبه البصل يا حبايب قلبي، كنت جايبه البصل كنت جايبه ب 100 جنيه. انا كنت يعني ما بحبش اجيب كتير علشان ما يضربش، عشان انا قليل لما تلاقوني بطبخ كتير. فالمهم بحب اجيب البصل المتوسطه كده اعمل بها بقى بحب البصل انا على قد الطبخ. والبصله اللي بلاقيها كبيره بعمل بقى مكرونه بشاميل، بعمل بقى جلاش، محشي، الحاجات دي. فانا جبت ب 100 جنيه اهوت، وجي الاوام اللي انا اعمله بقى يا بنات. فانا هنا قطعت البصل اهو. هنا حبايب قلبي بقى انا هشيل البصل القديم احطه اهوت عشان احطه على الوش اخد منه الاول، وبعد كده اقصقص بقى اهوت واحط. بس البصله دي مش عجباني علشان كبير، زعلت عشانها قوي. الكبير دوت هعمله ازاي في الطبيخ يا بنات. فانا بحب البصل اللي تكون متوسطه زي ده على قد الطبخه كده بتبقى زي الفول. فهو البصل جاي كبير اهو شكل كده مش هعرف استخدمه. مع انه بقى لما اكون بعمل جلاش او رقاق او محشي او مكرونه بشاميل الحاجات دي اهو يا بنات. هعبيه كلته كده اهو علشان احطه على الوش واحط الجديد تحت. اهو يا حبايبي هنطفي بقى السلطه اهو. انا زعلت على البصله دي قوي، لقيتها كبيره. شوفوا هقصقصه بقى كده اهو وبسيبه بقى جنب هنا في عند الشقه هنا على اساس استخدمه. هحط بس البصله الصغيره دهيت كده اهو في جنب والبصله الكبيره في جنب. شوفوا القوالب دي مش هتنفع، ديت مش على قد طبختي دي. في حد بيطبخ بالطبخ طبيخ بالطبخ بالبصله دي، فدي كبيره قوي. فهبقى اعملها بقى للمحشي ولا حاجه. شوفوا كبير قوي يا ولاد. هو كله كبير اصلا. انا زعلت عليه قوي. بمسكه بقى اشيل العرش ده منه واخليه بقى زي الفل كده. البصله الصغيره ده اللي جميل بتبقى على قد الطبخ اهو يا ولاد. شايفين يا خراشي؟ دي الوحيده هتعمل لي حله المحشي. يلا بقى هعمل مش انا اللي جايباه، بحب ابقى اجيبه من السوق بقى على اساس يا ولاد بتاعه السوق بتنقي انت براحتك بقى. بتنقي بيبقى غالي بس بتنقي براحتك. عندك بتاع العربيه ده بيديكي كله في بعض، لكن لو بتجيبيه من السوق بتنضفي بتنقي البصلايه اللي على قد طبختك براحتك. ده كده لو انا طبخت من البصل ده هيتهدر كتير على فكره معايا. هرمي نص البصله حرام. لسه قايلين لموا النعمه تلم لكم. العيشه عادت صعبه يا بنات، العيشه عادت صعبه والحياه صعبه، واللي عنده عيال الله يكون في عوننا يا رب. هنعمل البصله الصغيره
جميل. بحط البصله الصغيره كده على جنب على اساس احطها على وش القفص بقى، استخدم منه بقى يا ولاد اللي هي البصله الصغيره، والكبير تحت اهو. عملت محشي بقى ولا عملت اي حاجه هعمل منه، مفيش حاجه منها خساره، بس انا بزعل عشان الحاجات دي ما تبوش حرام. كل ما امسك بصله صغيره تعجبني واقول جميله وزي العسل، دي اللي انا بجيبها من السوق على قد الطبخه بتاعتي. بتعرفي بقى في السوق تنقي براحتك، بس الواحد قال بقى يجيب من هنا بدل ما يشيل من السوق. يوم السوق ده بيبقى فرهضه جامده، وباجي اطلع الحاجه بتبقى صعبه عليا قوي. اصعب حاجه لما تبقي في الدور الاخير وطالعه بقى بالانبوبه، طالعه بحاجات السوق، بيبقى بصراحه يوم ما يعلم بالله ربنا. همسك بقى البصل كده يا حبايب قلبي واخليه زي القشطه. باجي اخد بقى البصل، العيل بيناولني البصل بيبقى جاهز بقى معايا بدل ما يبقى بالشرش كده. لو هو غايب عندي كنت هعمله بالشرش كده واعينه واعلقه، بس هو ما بيغيبش عندي على اساس انا بجيب قليل. خلصت اهو البصل، هلم بقى العرش ده ونمسك السكينه نكنسه ونخليه زي القشطه برضه. هلم بس ده عشان الهوا بيطيره. شوفوا الهوا قايم ازاي بيطير الورق، فاخفه بقى على اساس لما اجي اعمل اكنسه يبقى خفيف معايا ما يطيرش. اهو يا بنات يلا بقى نشوف. هننضف المكتبه دي ونخليها زي الفل حاجه كده يا رنا. امسك بقى المكتبه كده افضيها وانضفها واخليها زي القشطه، اي حاجه عليها وانزلها اهو واخليها مسويه وزي الفل. اي حاجه عليها كده اهوت هنضفها وانزلها. انا تكنسه كده اهو وانزل اي تراب عليها كده علشان تبقى نضيفه معايا. اهو يلا بحط بقى فيها الكوتشيات بتاعت العيال، حاطه فيها البصل والثوم والحاجات دي برضو، مفيش حاجه منها كتار. اهو يا ولاد كده الرف بقى زي الفل. هرفع بقى الكيكه ديت، انا كنت مطبقاها كده وانضف برضو كده. اشيل البطاطس برضو انضفها اهو، واجيب المقش بس واكنس الرف دي برضو كده. دي اللي بحط بقى فيها البصل والحاجات دي. همسك برضو الضال اشوف لهم قفص صغير احطه فيه. هنا يا ولاد ما لقيتش قفص هحطهم بقى وخلاص. انضف الكرتونه اهي وافرشها تحت اهو.
هنا يا حبايب قلبي الضغط تحت اهو. هنغطي بقى. يلا كده الرف دقل في منتهى الجمال. هنا حبايب قلبي بقى كنت بروق الشباشب بتاعت العيال. كنت حاطه جرد العيش اللي بيفيض عندنا بحطه هنا. فلقيت يا اولاد كان في فران شايفين نكتين ونكتة السواد ونكتين العيش ونكتين الحاجه كلها. فانا هنضفه بقى وما عدتش حاطه عيش عليها وهحافظ لان كانت مبهدلاها خالص اهو يا ولاد. همسكها بقى كده اخليها زي القشطه وما عدتش هحط عليها بلاوي خالص طالما الحاجه كده اتبهدلت. هرصها بقى ايه على النظافه كده اهو يا بنات. رصيت الكوتشيات اهي هحطها بقى فوق هنا. ودي برضه مكان الشباشب اللي تبقى قريبه منهم. امسك الحته كده واخليها زي الفل علشان بصراحه كان الفيران مبهدله الحته هنا. وبرغم والله اللي الواحد يعني بيحافظ على الحاجه مش مبهدله. هكون ده عبيه برضه اهو في الشنطه وعيب لا يتاكل وروه خرج. احطه بقى انا اهو اطلعه ايه في الاوضه فوق. همسك الصندوق ارفع النقطه اهو. كراتين دي يبقى مش عايزين. همسك بقى الحته ده انفضها. هجيب بس القماشه ده اعمل فيها. نظافه حلوه وجميله. نطلع عليكم السلم بقى هنا نضيفها. همسح اقفلي باب الشقه. استنى تقفل. تعال بسرعة. اقفلي. اقفلي يا علم.
ولاد. يلا بقى نكنس السلم ونخلي الحته ازل قشطه. هكنس بقى الحته كده يا ولاد، علشان كل ده لو ما كنسش بيخش عندي في الشقه، العيال بيطير وبيبقى على في الشقه. وبرغم اللي انا هكنسه اهو وهتلاقي الحال حال بيطير من على السطوح بتاع الجيران. انزلي يا ولاد تحت اهو يا حبايبي. انا عايزه اطلع عندك. لا يلا انزلي تحت اهو يا ولاد. الصيف بيحب النظافة. سبت الحتة مركبة وحشة بتلاقي حشرات وحاجات وحشة حتى لو ايه. امسك الحتة دي برضه كتنيسة اهو. في واحده ثانيه برضه. تعالي كده كده يا رنا. بحب لما باجي اشتغل حاجه واعملها لازم اعمل الحاجه، طالما لو وقفت لا اعملها صح لا ما اعملهاش حتى لو انا تعبانه. اهو يا حبايبي. يا بنات حط نقطة صغيرة يا همس، حط شوية معطر صغيرين، شوية كده صغنطتين، حط بس نسيقه بقى بشوية مية ومعطر يفعفعوا السن
مسيق من هنا ويتبطر تاني من هنا. تعالي مثلا اعمل لك جاروف. حطيت في جردل متكله وانا عطر اهي يا ولاد. امسك بقى السلم كده مطوقه تطوقه حلوه كده. تعالي كده يا ولاد، تعالي ما نطلعش اهو وراك. اهو يا حبايب قلبي. هنا بقى ماسكه السلم اهو، يجيلك شويه طراوه بقى والسلم يبقى نضيف، والعيل اللي يخش من الشقه يخش الشقه تبقى السلم نضيف ما يبقاش فيه تراب. اهو يا ولاد، اقل حاجه تظهر الحته وبتنضف. هنا حطيت الشباشب اللي هيلبسوها كده مؤقتا، والحاجات التانية في البتاع الجردل في السباكة. هنا بقى هعمل هطوق هنا كمان اهو. ريحة المعطر جميلة وزي الفل، حتى الحتة تبقى حلوة معاكي وتبقى نظيفة. يجي العيل داخل زي ما فهمتكم تبقى رجله نظيفة من الحتة. ده كان السلم دوت والله شوية كده هتلاقي الحال حالي، بس مش اشكال بقى ايدك فيه على طول. اهو يا ولاد. هنا خلصنا اهو يا حبايب قلب السلم ونضفتها وعملنا البصل وخلينا الحته زي الفل. وريهم كده يا رنان، حتى تحسوا اللي فيه طراوه جات مش تراب. خلصنا اهو، الحته بقت معانا زي القشطه يا بنات. ايه رايكم؟ ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم ويبقى عند حسن ظنكم حبايب قلبي. واللي اول مره يشوفني ينزل يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك حلو كده منكم لاختكم. يلا يا حبايب قلبي، اشوفوا الشوك على خير فيديو جديد. سلام عليكم.